النشويات. النشويات نوع من انواع الكربوهيدرات. الكربوهيدرات في نوعين، في كربوهيدرات بسيطه وفي كربوهيدرات معقده. الكربوهيدرات البسيطه انا مش هدخل لكم في القصه دي، بس هشرحها لكم نقطه بسيطه، ان الكربوهيدرات البسيطه دي زي العيش والرز والمكرونه، الجلايسيميك اندكس بتاعها او طول مده هضمها قد ايه، مده بسيطه جدا، بتتهضم بسرعه جدا وبتتحول لسكر دم وبيتحرق بسرعه، فبالتالي بتجوع في وقت قصير. اما الكربوهيدرات المعقده الجلايسيميك اندكس او مده هضمها في المعده بتطول، بتقعد فتره علشان المعده تهضمها، فبالتالي بتشبعك فتره طويله، فما بتحسش بجوع لفترات قريبه. فانا محتاجه لما اجي انظم اعمل نظام غذائي لاي حد ان انا ادخله اكتر الكربوهيدرات المعقده. هي ممكن تكون نفس السعرات الحراريه، بس في حاجه بتشبعك فترات قصيره وفي حاجه بتشبعك فترات طويله، في حاجه بتجوعك بسرعه وفي حاجه لا بتطول معاك في الجوع وبتشبعك فتره محترمه. فانا محتاجه ادخل الكربوهيدرات المعقده. فانا لما هتكلم دلوقتي هتكلم على بدائل النشويات المعقده او الجلايسيميك اندكس بتاعها بيطول في المعده. زي ايه؟ زي العيش البني، التوست البني، الفريك، وده ناس كتير قوي متجاهلاه جدا، ده مع انه ممتاز جدا مع الدايت وبيشبع وبيلكم وبيعمل كل حاجه. الفريك، البليله، الشوفان، البرغل، كل الحاجات دي ممتازه. طيب حصصها قد ايه بالتساوي؟ لو اتكلمت على حصص بالتساوي، لو قلت ربع رغيف اسمر، ربع رغيف دي اسمر يعني الرده فيه عاليه، مش دي ابيض كامل، ربع رغيف اسمر بيساوي 1 توست بني، بيساوي 1 توست بني. طبعا انا لو خدت ضعف الربع ده يعني نص، يبقى يعادلوا 2. طبعا الحصه دي انا بتكلم على حصه واحده، لو هاخد حصتين فانا هضاعف الكميه في كل حاجه. يبقى ربع رغيف اسمر بيعادل 2 توست بني، بيعادل 4 معالق فريك، بيعادل 3 معالق بليله، بيعادل 3 معالق شوفان، بيعادل 3 معالق مكرونه بني. هقولهم تاني، ربع رغيف اسمر بيعادل 1 توست بني، بيعادل 3 معالق فريك، بيعادل 3 معالق بليله، بيعادل 4 معالق شوفان، بيعادل 3 معالق مكرونه بني.